فلهذا يعني اللغة مهمة جدا قديما وحديثا حتى في الأمور النازلة. فلا بد لطالب العلم الشرعي أن يأخذ ما يحتاج إليه على الأقل. إذا توسع فهذا شيء طيب، خاصة يتوسع فيما يحتاج إليه بحيث ما يضر بتخصصه. والعلوم اللغوية عموما ليست علوم كبيرة، ليست كعلم التفسير أو علم الفقه، بحور هذه لا تنتهي. علم النحو أنا كفيل للطالب أنه في أسبوع أو 3 أسابيع ينتهي منه، أقصد من مرحلة فهمه. علم الإملاء هذه ينتهي من 3 أيام 4 أيام. علم الإملاء ما علم وش. العروض يقول محمود الطناحي رحمه الله، يقول تخرجت في الكلية وأنا لا أعرف علم العروض، ضعيف. فقال لي أحد المستشرقين كان يعمل معه، قال خرج لي يا محمود هذا البيت من أي بحر؟ فقلت له لا أعرف. قال كيف لا تعرف وأنت متخرج في كلية لغة عربية وما تعرف تخرج؟ يقول فاستحييت منه واستأذنته أسبوعا، فعدت إلى صندوق عندي في الغرفة فيه المذكرات التي درستها في الكلية، فبحثت عن مذكرة العروض التي درستها. يقول فبقيت أسبوعا لا يفارق وجهي وجهها إلا للصلاة، وبعد أسبوع صرت عروضيا أتقنت العلم كله. فتفرغ أسبوعا وانتهى من هذه المشكلة. فنقول للطالب إذا كانت عندك مشكلة علمية تفرغ لها أسبوعا وتنتهي منها وانتهى الجواب.